بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعي مطبخ الهوانم، النهاردة بإذن الله هقدم لكم أكلة ما بيختلفش عليها اتنين كلنا بنحبها، هي كفتة الحاتي، لكن هقدمها بطريقة بسيطة واقتصادية ومعها رز شرقي أحمر. دي مكونات الكفتة: ربع كيلو لحمة مفرومة، معلقة ليا كبيرة مبشورة، معلقة كبيرة من النشا، شوية بقدونس مفرومين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رغيف صغير بلدي بايت، بأكد انه يبقى بايت، بصلتين مبشورين ومعصورين، طماطمايه متقشرة منزوعة البذر، ومعاها قلب خصاية صغير يتفرم معاها. قلب الخصاية اللي معانا غير قلب الخصاية بتاع زكية زكريا. هنحط معلقة ملح صغيرة، ملح ناعم، بأكد على الملح الناعم، معلقة بابريكا كبيرة، معلقة فلفل اسود كبيرة. دلوقتي فرمنا البصلة وعصرناها في شاشة، وادي المية في البولة، فرمنا الخصاية مع الطماطماية وعصرناهم هما كمان، ونزلنا المية بتاعتهم على مية البصلة. خلطنا المكون، الرغيف ده يتنقع دقيقة واحدة عشان ما يتعجنش. حطينا دلوقتي البهارات، هنقلب كويس، هنحط معلقة النشا الكبيرة، شوية فلفل اسود على الصوص اللي هنصبع بيه الكفتة. هنمزج الخليط كويس كأنه فعلا لحمة مفرومة لوحده كده، يعني من جمال لونه. ضفنا اللحمة المبشورة، اللحمة المفرومة، ومعاها اللية المبشورة. هنقلب، وطبعا المكون ده مش هنحطه أبدا في الخلاط أو المفرمة لأنه ناعم بطبعه عشان الكفتة ما تفكش. بنضيف معلقة البيكنج باودر الصغيرة في الآخر، ما بنقلبهاش كتير، وبعدين نحط شوية بقدونس للتست والطعم. المكون ده مكون الكفتة هيتحط في التلاجة من ساعة إلا ربع لساعة، أو ربع ساعة في الفريزر لحد نص ساعة بالكتير. كيلو الكفتة الضانية دلوقتي وصل يعني مبلغ وقدره. المكون ده هيديني حوالي من 600 ل 650 جرام كفتة. دلوقتي جبنا سيخ من اللي بنشوي بيه على الفحم عشان أعرف أصبع الكفتة. المكون ده هيقضي من 4 ل5 أفراد. الكمية دي بتتضاعف بالمكونات اللي أنا حطيتها وما تكلفتش كتير. شير ولايك يا حبايبي، وفعلوا الجرس، وقولوا لي بتكلموني وبتبعتولي من أي بلد. أنا هسيب فراغ لمكان صينية صغننة قوي، صينية شمع صغننة، علشان ما عنديش فايل، فبحط الصينية الصغيرة قوي دي وفيها نقطة زيت بعد ما تستوي الكفتة وتتشوي وتبقى حلوة، وفيها فحماية ولعة عشان تدينا طعم الشواء. مكونات الرز عبارة عن 3 كوبايات رز مغسولين ومتصفيين، مكعب مرق الدجاج. البودرة دي بودرة الأجينوموتو، ما تضحكوش عليا. الأجينوموتو كنت بجيبه وأنا عايشة في الخارج، وكان بيجي من اليابان وبستعمله، عارفة إن ده اسمه، معرفش اسمه إيه هنا. في ناس بتقول الملح الصيني، لكن لا، الفرق كبير بين الاتنين، وأنا ببقى حريصة في المسائل دي. دلوقتي حطينا الزيت سخن، حطينا الرز على الزيت، واحنا عصرين 5 طماطميات ومصفيينهم كويس، ومعلقتين معجون طماطم أنا عاملاها وهنزلها بإذن الله فيديو. صلصة طماطم بعمل منها كل حاجة. حطينا المكونات بتاعتنا على الرز وهو سخن علشان تدوب. معلقة ملح ممسوحة، قلبنا كويس، وبعدين ضفنا الصلصة، بنشوحها كده وبنخلي الرز يتشرب منها ولونه بيبقى حلو ومتفلفل. وبعدين بنضيف الطماطم، وبعينيك الحلوة تقدري تحددي
الرز اللي معاكي محتاج قد ايه طماطم. دي كوباية طماطم، هنضيف 2.5 كوباية علشان الصلصة تقيلة ما تديش فرصة للرز انه يشيط. هنقلب الرز ونخليه يتشرب كويس، وعشان لما نحط المية او مقدار المية يبان باللون الحلو ده. هنقلب كويس ونشوف ملحه ونغطي وهو على نار عالية، وأول ما يغلي نهدي النار زي الشمعة ونقلبه ونسيبه لحد ما يتفلفل. الطحينة دي برضو أنا عاملاها وهنزل فيديو بيها بإذن الله كمان يومين. نص كوباية طحينة على نص كوباية مية سخنة بتغلي. هنقلب الطحينة بسرعة واحنا بنحط عليها المية، وبعدين ربع كوباية خل أو معلقتين كبار، عصرة ليمونة، شوية كمون حلوين وشوية ملح، وهنقلب. أحلى سلطة الطحينة. ممكن نحط شوية شطة صغيرين حسب الرغبة. دلوقتي حطيناهم في الأطباق. بنحط بقدونس مفروم جرنيتير يعني، ولو ان البقدونس بيحل طعم السلطات واي حاجة. الكفتة اتشوت، حطينا الفحمية وقفلنا عليها 5 دقايق، ودلوقتي سفرة الهوانم جاهزة. كفتة ريحتها تحفة وتكفي 4 و5 أفراد لأن حجمها كبير. وده الرز الشرقي اللي بيتعمل عادة في الفنادق. دي سلطة الطحينة اللي عملناها، وده المخلل اللي أنا نزلته قبل كده عبارة عن لفت وجزر وبصل وقرنبيط وبنجر. ودي سلطة خضراء. وده رغيف العيش اللي ما ينفعش ناكل كفتة إلا بيه، وده بتنجان مخلل زي ما قال الكتاب. هنقول وصفته بعد كده. ودلوقتي هنشوف الكفتة الجميلة نقسمها كده. ريحتها وملمسها وطعمها حلوة جدا، تنفع في فطار رمضان وفي العشاء في الأيام العادية، وبألف هنا وشفاء يا حبايبي.